الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. كالعادة دائما تحية أخوية صادقة من قلب خالص. تحية من مدينة السعيدية أنا والأبناء جاو باش يفوجوا من بعد الامتحانات ديال التاسع. الوليد سال البارح والله ينجح كاع وليداتنا والبنيوتات ديالنا والله يكون لهم عونا معينا اللهم امين. حتى المجهودات ديال الاباء ما يكونوش سوداء، ما يمشوش سوداء، لان حتى الاباء راه في هذا الوقت لو كان ربما هما يدوزوا الامتحان غادي يقدروا ينجحوا على ولادهم في العذاب اللي كيديروا، يتمرنوا مع ولادهم ويعاونوهم ويحفظوهم ويفهموهم الى اخره. اخواني دائما نتكلم على ما يؤلمنا ولو حبا اولا في الوطن، وما يؤلمنا وهم خونة الوطن. يعني نوجه واحد النداءات لدوك صحاب فلسطين او صحاب ايران. اولا انا بلادي هي الاولى والباقي كيف كيقولوا بالفرنسيه ابري مو لو ديريج. علاش كنقول هذا الكلام؟ باش ما يفهمونيش الاخوان غلط، يقول لك واش هذا القدس ديالنا حنا المسلمين كاملين، غزه وفلسطين خوتنا، ولكن خصهم حتى هما يحسوا باللي حنا خوتهم. راه ما يمكن، خص المغاربه يعرفوا واحد القضيه، حنا ماشي ضد فلسطين وما ضد حتى شي واحد، ضد اللي ضدنا في المصالح ديالنا نخليوه بعيد. راه خوتكم الاسرى وحده الترابيه واللي انا واحد منهم كنشهد على الكلام ديالي، وربما راكم سمعتوا لي فيديو ديال عبد الله لماني كيفاش كان كيهضر على الفلسطينيين اللي كانوا كيجيو تما كيعاونوا المرتزقه ضدا في الوحده الترابيه. وراكم شفتوا مرارا حتى الخريطه ديالنا كيشطحوا عليها في الجزائر وكيبطروها ويبطروا الصحراء المغربيه. خليو فلسطين، غادي نمشيو لايران. انا ما رانيش في المستوى ديال بن كيران، ربما هو راه داها غير جبهه، تكون استاذ ولا تكون عالم، انا ما يعنيني من كتجي القضيه ونعبروا راسنا بواحد لاجوج على الوطنيه. الوطنيه ما تقدرش عليها انت بن كيران، علاش؟ ما كتبغيهاش وما كتعرفهاش، والاصل ديالك ولا كيدخلنا الشك شكون انت. باش نتايا تأيد ايران على اسرائيل كان عليك تقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. هنا غادي نقولوا تيان فوالا واحد الحزب اللي خصك انت قاعد تكون بعيد على هادشي ماشي شغلك، ولكن كتلعب دوك اللعبات اللي الكوار ديالك طاحوا ما بقاش في يدك من البدايه، ما في يدكش غير الله غالب. شديتوا الحكم في واحد الوقت اللي هو جد مناسب، دابا الماء الشطابه وخلي عليك المغرب في الثقه. اسرائيليين بعدا ما عمرهم ما قالوا الصحراء ماشي مغربيه. اما ايران كانوا كيجيو لعندنا يتشفاو فينا وحنايا فتيندو في اسرى. هما يقولوا لي الاسرى من ضباط وضباط صفوا جنود، تو عليك كتكذب، يقولوها لي والله تنقول لهم انا على الراس والعين. ايران كانت كتجي على اعلى مستوى، وحنايا في البريك وفي شين السعد في الاعمال الشاقه والجوع والعراء والقمل. ومن يشوفوا غادي يجيوهم دوك الناس اللي خوتهم فرنسا ليبرتي واحد الوقت، فرنسا الحريات ديال دانيال ميتارو، او لا في العهد ديال داك الكلب ديال اولاف بان ديال السويد نتوما ما كتعرفوا والو، والسيبن كيران حتى هادشي راك كتعرفوا مزيان. او لا مثلا من كيجيونا على اعلى مستوى وزير الخارجيه والاستاف ديالو ديال ايران، ويبقاو يسبونا في المقدسات ديال المغرب ويعاونوا المغرب باش يقسمونا. وحتى الامس القريب يا بن كيران سفير ايران ماذا قال في اسبانيا عن المغرب؟ نحن نخطط لتقسيم المغرب لدويلات. فهمت السي بن كيران ولا ما فهمتش؟ فهمت هذاك بويحمان ولا ما فهمتش؟ فهمتوا هذوك الناس اللي كتقولوا الشيعه ديال ايران فضلوها على وتأيدوها على اسرائيل؟ انا ما كنقول لكمش ايدوا اسرائيل على، لا، كنقولوا ضرب الظالمين بالظالمين. انا ربي كبير والحكمه ديالو كبيره وما غادي نعرفها لا انا لا انت، ولكن كتبقى واحد الحاجه اللي هي لا لوجيك، كيبقى المنطق، كتبقى الغيره على البلاد. انا اللي كنهضر معاك ابن كيران ما تهمنيش انت، وما يهمني اي مسؤول مغربي كان ضد بلادي ولا معاها، اللي معاها مرحبا على الراس والعين. كيهمني الوطن. كون كانت عندي الغيره الشخصيه ولا المصالح الشخصيه انا نكره هاد البلاد، ما غاديش نكره البلاد، غادي نكره المسؤولين ديال البلاد. واحد اللي غادي نقول له الله يطول عمرك هو سيدنا، وعارفينه وعارفين القصر الملكي كيفاش بغى يشوف المغرب وشادها بزمام الامور رغم كيد الكائدين. علاش كنقول هذا الكلام؟
لان انا تعذبت وخويا شهيد خلى 3 د اليتامى، واسرى تعذبوا وخلاو ارامل، واسرى تشدوه كان معاه مو باه وخوه وكيتعذب حداه باه وكيتعذب حداه خوه، وما عمرو ما حقد عليكم المسؤولين المغاربه لان ما درتو والو. اش درتو؟ نسيتونا ونكرتونا. راه الا كنقولها ما كنقولهاش لانني كنخوي الغالي، كنقولها بمنطلق ديال ما عشتو. لان نسيتونا نهار طلقتو البوليزاريو وحنا مازال تم، نسيتونا نهار طلقتو الجزائريين وحنا مازال تم، ورغم ذلك كنا كنقولوا لا مساومه للوحده الترابيه، علما ان كان المغرب يطلق اللي بغى يطلق، الجزائريين ما يطلقهمش لان مرتزقه وهما الساروت ديال الاعلام ديالنا في السياسه الخارجيه خاصه، ولا بروبوغ مع الصحافه الدوليه. هاهما الجزائريين من ضباط وضباط صف طلقتوهم 87 وخليتونا حنا تما كنتسائلوا ويلي واش بصح معليش غادي يطلقونا حتى حنا العام الجاي ولا والو. 96 بيرونكور طلقتو مرتزقه واحد الخليط فيهم حتى البوليزاريو وحنا مازال تما. رغم ذلك كنقولوا معليش. قالنا الصليب الدولي روبير ومعايا الدكتور عز الدين وهناي الله يشافيه وعلي 22 وحسن بوعزه العزاوي مريحين في واحد القبه وكيهضر معنا والقناه بحب كبير وتقدير واحترام وتضحيات جسام من اجل الوحده التربيه ومن اجل الملك المرحوم الحسن الثاني. اش قال لنا بالحرف؟ قالنا اللي كنلقاه انا انورمال فيكم نتوما المغاربه تساليت الاسرى ديال العالم وتصاريت حتى ديالكم نتوما راكم في العذاب وفي الويل ومازال كتبتسموا، والغريب في الامر وهو الملك ما بغاكمش نتوما كتبغيوه وحنا عرفناش بغا يقول. قلنا مسيو روبير ماشي الملك ما بغاناش وسمع لنا مزيان لان كان الله انتيم، وانا قلتها له قلت له بلغ سلامي للكولونيل حسين سليمان. ديك الساعه يمكن كان كولونيل، قلت له انا كنت ولد السونت سبورتيف وكان شاف دو كور ديالي وهو كانت عنده علاقه مع حسين سليمان، هو هضرنا عليه. قلنا له مسيو روبير في السي سي ار لان كتكون عندك حريه التعبير، ما كيكونوش معك اللقطاء ديال المخابرات ديال اعداء وحده الترابيه واعداء الوطن. قلنا مسيو روبير اذا كان المغرب غادي يسيدي يتخلى من اجل واحد الكمشه ديال المحادث اللي هما حنا ويساوموا على الصحراء الغربيه باش ما تكونش مغربيه، نبقاو هنا ونموتوا هنا. الملك حنا ولادو وكيقول كاع اللي راهم في الحماده ولاد المغرب بما فيهم مخيمات. استغرب مسيو روبير وديروتي مدام ديروتي ومدام فلورونس نحمد الله ونشكروه اللي داو علينا واحد الصوره مزيانه. وجينا للبلاد ماشي ما جينا لا جينا للوطن فرحين علما ان راه كتسمعوا الاسرى. انا كنقول لكم الموضوع اللي كنتكلم فيه باش ننور المواطن المغربي ونقول داك المكلخ ديال الجزائري راه الصحراء مغربيه والله واخا تلقى سما مع الارض، ولكن نهضر حتى على حقوقي في البلاد وباش نقولوا للمسؤولين جينا للمغرب الوطن الحبيب ومازال الحقوق ديالنا فيما يخص لي ريميناراسيون التعويضات وجبر الضرر وعرض الاعتبار ما كاين منه والو. عندنا محاضر تثبت ان لنا الحق في رد الاعتبار ولنا الحق في المساواة في الامتيازات. السكن والمأذونيات ما كاين والو. السكن كتضحكوا على الناس. هذه 14 عام كتقولوا لنا غادي راه سيدنا محمد السادس الله ينصرو راه عطى اوامر باش نعطيكم قطع ارضيه. حنا 2400 بقات فينا يمكن واحد 1400 ولكن حتى الارامل غادي يستافدوا ديالهم 2400 ومازال عباد الله دوله قد الخلا ديال المغرب. مازال كل خطره كتطلع على واحد المدينه وتعيط لواحد 10 ولا 15 3 سنين 4 سنين كدوز كيقولوا مي وهاك واحد 100 متر. راه عار هذا الشيء حشومه وعار عليكم يا مسؤولين يا المغاربه. علما ان باش ما ننساش الفكره نهار قيدونا الصليب الدولي وسالاو حنايا في مدرسه الشهيد عمهم وفرحه اللقاء غادي نجيو بلادنا وفرحه الفراق ديال الخوت ديالنا واحد 400 اللي خليناها مازال كتستناو جات في شهر 8 2005 وحنا جينا في شهر 12 نهايه شهر 12 2003 او لا النهايه في رمضان. قالوا لنا دابا صافي قيدونا وداروا لنا لونكيت وصوروا لنا الجزائريين المسخين اللي كيقول لكم ماشي طرف وسولونا ودرنا فيهم تم. والله الا درنا فيهم باش ما نطولش عليكم غادي نخلي داكشي اللي قلت لهم انا شخصيا كنهضر على راسي. قالنا الصليب الدولي دابا راه قيدناكم فونت ني شي لو بوليزاريو ني شي الجيري ني او ماروك
فوزات شنو سيسار، حنا اللي مسؤولين عليكم في هذه اللحظه، صافي حيدناكم من البوليزاريو والجزائر. شكون اللي بغى يمشي لكندا؟ شكون اللي بغى يمشي لسويسرا ولا السويد؟ ما بقيتش عاقل. سويسرا يمكن كلاجئ سياسي. حنا عسكر دافعنا على البلاد، ما با مرتي خويا اختي عمي ولد عمي صاحبتي صاحبي صاحبتي، ربما في المدرسه في العمل كلشي كيستناو هاد العم هاد الاب هاد الاخ هاد الاسير غادي يجي ونمشي انا لكندا. لا لا، غادي نمشيو لبلادنا، بلاد الخير. جينا للبلاد، جينا للبلاد، تحطينا في اكادير. غادي نقول لكم واحد المقتطف وقع لينا ما عمرو ما ننساه انا والاسره. تصور في اكادير من داروا لنا الاستنطاق من حقهم، وقلنا لهم اللي قلنا لهم، وقالوا لنا اللي قالنا بالحضور ديال جنرال سباعه ولا بريفوتي الجدرميه الحربيه الى اخره، الدرك الحربي. بعد 15 يوم قال لك بون فوالا غادي فوزالي رجوان الاباء ديالكم العائلات ديالكم الى اخره اللي في وجده في وجده اكادير اكادير الرباط من كناس الى اخره، والمغرب كامل من شرقه الى غربه، هو من اس ويست نور سود، ومن شماله الى جنوبه. شدينا سيدي سابراتور، حنا ما كناش كنعرفوا داكشي، جابتنا المسؤولين جابونا الامن حتى لمراكش، ركبونا في التران كل واحد فين مشى. جيت انا لوجده، لقيت العائله، لقيت الاخوان، لقيت الوالده الله يرحمها برحمه الله ويرحم جميع الامهات، شي كيزغرت شي كيبكي، والطبيل والشطيح ولدنا جاء الى اخره، علما ان وجده لم تعيش الحدث، لان انا الوحيد ولد وجده اللي جيت ديك الساعه. انا لا يهمني الحدث او لا غير الحدث، يهمني الوطن حطيت رجلي فيه. تصوروا، وهذا جد مهم، غادي نرجع كل شهر من وجده حتى الاكادير باش نتخلص ديك الساعه 3000 درهم، كيمشي النص ديالها في التراجي مده 3 شهور. احنا ما كنا عارفين والو، كنا صابرين، ولكن في الاخر من بدينا كنشوفوا المناكر اللي واقعه وفرقاتها كجموله بنت بي مع انفاس مؤخرا مع الدكتور ناعوم، رحنا كنبكيو الدم. لماذا؟ الأهمية أعطيت إلى إن الوطن غفور رحيم، وتعود ورد له الاعتبار بالملايير. علاش كنقول ملايير؟ أنا من كنشوف جمولة عندها فيلا كدير مليار ونص ولا جوج في الزعير كنعرف بلي هادو ملايير. أنا من كنشوف ولد ايوب ولد الحبيب، لا ان الوطن غفور رحيم، جا وحنا عارفين على جا قتلنا شي 6000 ولا 7000 جندي الله يرحمه راه مات، وجا المغرب كان قائد الناحيه السبعه وعطاوه كرا جنرال، وعطاوه 2 ولا 3 مليون 700 ابل. هادو راه ملاير، وحنا الاسرى جينا بلو ميم كراد، باقيين بلو ميم كراد. نقول لكم شحال كنشد في لا روتريت، غادي يضحكوا علينا هادو اللي حدانا. انا اعتقد ان الرسائل لا تصل الى صاحب الجلاله، لاننا تكلمنا كثيرا في التواصل الاجتماعي، وقفنا وقفات في اعتصامات بالرباط من اجل حقوقنا وحقوق الارامل وابناء الشهداء لي بيبل دو لا ناسيون. انا خويا توفى استشهد عام 1980، خلى 3 ديال، خلى مصطفى الله يذكره خير لاني، خلى وفاء اللي تبعاه كادات، وخلى الصغير كاع مينين رشيد. اشنو درتي معاهم الشؤون الاجتماعيه والمؤسسه الى يومنا هذا؟ اشنو درتو معاهم؟ قريتوهم؟ طليتوا عليهم؟ كنتو كتعطيهم حقوقهم المشروعه؟ ابدا. وعلاش كينكفوا الامه؟ علاش؟ راه عند الله سنلتقي ان شاء الله. هذه هي الرسائل اللي بغينا توصل لصاحب الجلاله. الحق ديالنا شكون اللي كلاوه، وعرفنا باللي كلاوه نهار وقفنا في الرباط، نهار وقفنا في الرباط ودرنا اعتصامات، وكانوا معنا ضباط سامون ما كانوش عارفين، منهم الجنرال بالعيش غادي نكون سميتو، ومنهم كولونيل ماجور ديال الخنيفرات نسيت لي سميتو. هادوك جزاؤهم جنة النعيم، ما خلاوهمش، وقفوا معنا وقفوا معنا وقفوا معنا. وشكون اللي كان حاضر؟ كان حاضر مجلس الحقوق الانسان الاعلى اليزامي على ليبوك، وقف معنا العمراني الله يرحمه برحمه الله الوالي، وداك ركراكا وداك يقولوا له العامل، وقف معنا مدير العمران في الرباط ديال المغرب كامل، والمخابرات والداخليه، وحنا مجموعين في الولايه. ومين هضرنا وقصحنا مزيان، ولكن بالوثائق، ما كنسبوش، لا 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 بلادنا، ولكن هضرنا على حقنا.
ناض الماجور قال لك اش كتقول؟ قلنا له ها اللي كاين، راه كتشد 600 درهم 1000 درهم، وعندها الحق في لا ريفورم في لا روتريت في لا رونت فياجير لا لوكاسيون دو بوينت، وشي حاجه كتعطى صداقه من لا فونداسيون 3 شهور 3 شهور. قال لك كاين؟ قلنا له ما كاينش. حليت الكلاسور، كان معايا ميمون غدو ميمون مات الله يرحمه، كان معايا الجيلالي فتيري من الدار البيضاء، كان معايا الدلاك سعيد الى كان عاقلين فعني من مراكش، كانوا معنا وكانوا معنا اسرى هذه اللجنه. قلنا له ها كل ماجور، ها انت ها اللي تا دونجاجمون ديال هذا الشهر ديال الارمله وديال الاسير، عطيناه ديال غدو ميمون كارشيف ولا ديال واحد الشيف احمد اللي شارك في 63. الشيف احمد كيشد 240 الف فرنك وميمون كيشد 66 الف فرنك او لا 166 الف فرنك باش ما تقلبش، ضرب في راسو. ومن وقعوا دي زونكيت لقاو 600 مليون مشات هوك، 100 مليون مشات هوك، 200 مليون مشات هوك، عاد ردوا شي شويه الاعتبار للاسرى وللارامل يبقاو مع عيسى وتميم. همنا كثير وكبير ورحنا مازال كنبكيو الدم في الداخل. علاش؟ لان من كتشوف كتشكي على حقك وما كيديها فيك حتى شي واحد، راه بيان سير غادي تبكي الدم. من كتشوف اسير ما كانش اللي يهزو، علما ان تعطات تعليمات ساميه للمؤسسه، وديك المؤسسه خدات بعين الاعتبار المطالب ديالنا على الاقل من جانب الصحه، من جانب السفر بتعويضات انكار تاريف في التران والصحه، فين ما كنت تهزك لومبيلونس وديك سا بيان. ولكن دخلت ايادي مجرمه راه كتحاسب عند الله، هما من الاسرى ومشاو عند المسؤول الحالي اللي راه دابا في مؤسسه الحسن الثاني بمدينه الرباط، هذه واحد 4 سنين اللور، لان توقفت الانشطه ديالنا. وهذا هو واحد العس، واحد المجموعه كانت معاه ديال الاسرى اللي كانوا دائما خارجين للطريق، لا لهيه لا هنا، وفيهم البعض غير اللي تقدم ومن بعد عرف راسو اللي تقدم واعتذر قال لك احنا ما كناش عارفين باللي راه كيلعب علينا وراه مات هذا النقيب هذا. قالوا وسناو بيتيسيون عارضه وصيفطوا قال له ودي باش يربح على ظهرنا، وانا جايكم الهضره هذا النقيب بان اللجنه اللي كتجي تفاوض تما هنايا معكم الرباط كيترأس هذاك اللي هو سمير عبد الله فوضويه ما عندها حتى شي شرعيه. وفعلا من سمعنا الخبر ومشينا ما بغى يستقبلنا حد، حتى قلنا لهم الا ما تستقبلوناش غادي نعيطوا دابا للناس، غادي تجي واحد 1500 ولا 1400 وغادي يوقفوا لكم الترامواي كيف وقفوه في 2010. وجا واحد المساعد كيعرفنا دار راسو ما يعرفناش، فرطوا علينا نقولوا هذا الكلام. قال لك شكون نتوما؟ قلنا سبحان الله صافي نسيتنا لان حنا عارفين. جبدنا لاكوزي مع يوسف الرباطي، يوسف قال لي هذا في اللجنه التنسيقيه، قلت له هذاك لاكوزي عطاه لي، قلت له ها هو شهرين ما جاوبتوناش رحنا جينا. قال لك الماجور ما كاينش، قلت له ما كاينش كاين لي رومبلاسون لاجوان ديالو. بقى كيعنتد، قلت له شوف عندك جوج كلمات، حنا غادي نهضروا معاك نيشان، حنا ما جيناش باش نديروا الفوضى لان الناس سهمونا بلي حنا فوضويين. معنا مدام بريتل ومعنا اوشا بوطيب مات الله يرحمه برحمه الله، ومعنا سعيد دلاك ومعنا النجم من العيون. قلنا له وربما سعيد شهاب نقول مين لان هادشي داز عليه 3 سنين. قلنا له او بيان نشوفوا المسؤول او لا غادي دابا نهضروا في التليفون ميساج، عندنا ان كونتاكت الصباح يصبحوا هنا في الرباط وغادي تحملوا نتوما المسؤوليه. كان ربع ساعه كيجي الماجور، دخلنا استقبلنا، انا اول مره غادي نشوف ريحنا، بقى كيشوف فيا قالنا ما عنديش الوقت 15 دقائق. قلنا له حنايا ام كل ماجور غير 2 دقائق، 2 دقائق ما غاديش نفوتوها، بغينا نعرفوا حقنا فين راه. هذه 10 سنين وحنا كنوقفوا. ومؤخرا الماجور هذاك اللي ولد خنيفر الله يعمرها دار والجناب بالعيش والكولونيل مالك والكولونيل ليلى والكولونيل اوبركا، كان كل الاسماء ديالهم تحيه لهاد الرجال كانوا كيخدموا معنا باخلاص. قال لهم الجنرال قال لهم ديروا واحد الرابور صيفطوه المفتش العام قوات المسلحه الملكيه اللي كان انذاك الوراق. المطالب ديال الاسرى خصها تكون شنو هي المطالب ديالنا؟ رد الاعتبار، جبر الضرر، والتعويض المادي والمعنوي على مده الاسر بعد وقبل توقيف النار، والمساواه في الامتيازات لزاكريمون السكن. دار ديك المطالب صيفطها، دوزنا شهرين رجعنا انما جانا جواب. استقبلنا الماجور ديال خنيفر الله يكثر من مثاله، رجل شهم عسكري يحب الجنود ويستقبلنا مزيان، وكانوا كيستقبلونا بالبشاشه، وكانوا كيشرحوا لنا مزيان باللي حقيقه عندكم الحق غير عطونا شويه د الوقت.
حنا ما كاين حتى شي مشكل، غير من حيت كتستقبلونا كتقولوا لنا بلي راه غادي يكون، معليش، علما ان الناس كتموت فينا. قلنا علاش جيتو، قلنا لهم كوني ماجور المره الفايته هذه شهرين كانت اللجنه ديال الضباط اللي فيها فلان وفلان راهم هنا، الا الجنرال اللي ما جاش داك الصباح. بغينا نعرفوا القضيه ديالنا. قلت له بلي غادي تصيفطوا للمفتي العام القوات المسلحه الملكيه. قال لك وي. جانا الرد. شنو الرد؟ صيفطوا الله داير المندوب القوات المسلحه الملكيه في الدفاع اللي هو بكل احترام عبد اللطيف الودي. قال لك راه صيفطنا له وقلنا له وقال الجنرال المفتي العام القوات المسلحه الملكيه الوراء قال لهم هاد المطالب سي بو. هذا الشيء اللي قالنا الماجور. قال لك وزادكم شي حاجه تبارك الله وصيفطنا الله داير. حنا كنستناو، حنا مازال كنستناو. اش قال هاد السيد الجديد اللي مشينا لعندو اللي وصلته العارضه باللي حنا فوضويين؟ قال لك اودي داك الوقت وقت ودابا وقت، هذوك الناس ما بقاوش. تصوروا من يهضر معاك مسؤول على هذا المستوى في الدول الافريقيه، كل ماجور راه كيكون رئيس دوله يهضر معاك بهذا الجواب، ويهضر معاه ضابط صف بجواب. قلت له اسمع ممكن يا ماجور افيك تو لو غران ريسبي، الا مشى مسؤول باقي لو كاشي ديال ليطا ديال الدوله ما كيمشيش. كيهضر واحد الكولونيل كان تما قال لك ياك عطيناك الدار، قلت له مزيان اللي ذكرتها باش يسمعوها الاسرى لانهم كيقولوا بلي استفدت على ظهرهم. قلت له الدار عطاتها لي الولايه عام 2007 وكنخلص الكرا، وحتى ل 2023 من جيت انت اكون السقلي نقول سميتو الوجده بلا داعيه باش نقول اشنو قلتوا لي، نقول غير من جيتوا الوجده وقلت بون فوالا حنا غادي نشوفوا هذا المشكل ديالكم وما غادي تخلصوا التاليه وغادي تشدوا الملكيه شهاده الملكيه. شدينا شهاده الملكيه وبالتزامات ما تبنيش الفوق، ما عندك الحق تبني الفوق. يعني مرتك ما تطلعش للسطح، ولدك ما يطلعش، ما ديرش الدروج. شفتوا اللي السرانت اللي دايرين علينا. ودابا قلت لهم كل ماجور غادي نجاوبك على ديك العارضه ديك لا بيتيسيون اللي جاتك اللي كتبها لك فلان، دخلت له السميه ديال هذا النقيب اللي مات. قلت له عنده 4 ولا 5 الكريمات، عنده فيلا في زعير انا شفتها كدير 2 مليار. قلت له هو عيط لي، قلت له ما نجيش بوحدي وديت معايا لا غلام احمد هو حي اكس بريزوني كيدير لي فيديو. قلت له غادي نجيب معايا حد من الاسرى، قال لي وديت معايا لا غلام لان كان دائما معايا وكان معايا في اللجنه. مشينا تغدينا وشد ديك الفيلا شفتها مزيان بصحتو والله الا بصحتو، ولكن هو اللي كان كيعارضنا باش يشد امتيازات. وقلت له دابا ممكن الماجور حتى التعويض المدرسي اللي فيه 50 درهم في الشهر للوليدات، انا عندي 3 الوليدات كان كتجيني حتى 3000 درهم. حيدتو. علاش حيدتو؟ قال لك ما حيدناهش سي حيدتو. قال لك غادي يجيكم، قلنا له ما غاديش يجي. داز العام ورجعنا للرباط واعتصمنا حدا المكتب ديال الاميره الجليل مريم، وجاو البشوات وجاو البوليس وجاو بقاو معايا. وهبطنا داز عام ومشينا حدا المكتب ديال الاميره الجليله لاله مريم ودرنا اعتصام على العسات. شفنا تقول هذوك مالهم. وجاو بشوات، جاو ضباط سامون في القياده في الامن، جاو ضباط سامون من الخزنيه، جاو ضباط سامون قوات المسلحه الملكيه، جاو البوليس ضربوا فينا ناس. غادي ندير لكم هذا الفيديو وغادي نرجع. خرجت 75 مليار سنتيم لهاد العصره هذه. فين مشات؟ بغينا نعرفوا فين مشات. بغينا نعرفوا الاوامر اللي تعطى الانسبكتور المفتش العام السابق الوراق للمؤسسه ومشات للديان عند الودي باللي هاد الناس راه عندهم حق وخصنا نزيدوهم على ذاك الحق. هذا كلام معسول. فين راه اليزامي الساندهاش عمراني اللي قال دوك الناس راه عندهم حق. هذه 15 عام ولادنا كيموتوا. والاكفس مما ساقول حاليا وهو هاد المؤسسه هذه ديال هاد الفتره الحاليه حيدت لنا حتى الدعم المدرسي ديال الوليدات. هذا الدعم المدرسي فيه 50 درهم 60 درهم في الشهر، حيدوه للوليدات. قال لك الفلوس ما كاينينش، الفلوس ديال الاسرى ما كاينينش، ولكن هذاك مبدع دار العرس ب2 ديال المليار وفي الكونت ديالو هادشي غالبا 100 مليار ديال من دوك الفلوس ديال. هاد الفيديو اللي كتشوفوا كلاو فيه الاسرى العصا ومنهم داك الزيلاشي عبد السلام اللي جرينو ولد الشمال. بغيت انا داك الانسبكتور دو بوليس يعرف هذاك الولد داك الزيلاشي يعرفوا اش دار في الميدان وبلا الميدان ديال الحرب، يعرفوا كيفاش كان واقف البوليزاريو هنا كلمه بكلمه ند للند، وكان دائما في الاعمال الشاقه. وتجي نتايا وتضربوا لان ما عرفش الدنيا فين صادة. ولو كان دار يدو فيك والله حتى يقتلك، ولكن عنده العقل يقدر يقتل العدو
ولكن ما يضربش خوه مغربي كيف ضربتو نتايا. هذاك التصريح اللي درت انا جاو بشوات وجاو مسؤولين كبار قال لك كيفاش حيدوا لكم قلت له حيدوا لنا الدعم اللي هو 50 درهم في الشهر الاول و60 درهم الا كان في الكوليج ولا البريمير او ولا الجامعه. وهضر معايا الماجور حدايا عزيز، سمحوا لي على الكلمه كنقولها تزات نسات لي، اسمح لي خويا عزيز من فاس، ومراه ديالو واحد مصطفى من جديده ارمله رجلها مات ومزنا بالتهامي وشي اسرع حدايا وانا كنهضر معاه. قال لي شنو هاد الفوضى؟ قلت له ماشي فوضى هادي مكولين ماجور، حنا واقفين على حقنا، واقفين على رد الاعتبار وجبر الضرر، وواقفين على الدعم اللي حيدتو. قال لك شكون اللي حيدو؟ قلت له نتوما حيدتوه. قلت له الدعم كنشدوه في شهر، كندفعوا لي سيرفيكات سكولاري شهادات المدرسيه ديال ولادنا كتقولوا لنا ندفعوا في شهر 10 واللي تعطل ما شدوهاش منه كندفعوها في شهر 9 شهر 10 وكنشدوا الدعم في شهر 2 واحد ديال الولاد ديالنا. قلت له دابا راه حنا في شهر 8 وما جاناش الدعم. قال غادي يجي وهضر هو مع لي زوتوريتي تمايا لانه هما قالناش راه هضر معنا، ولكن قال لك اودي راه اتصلنا وراه عندنا معلومات الدعم ديالكم غادي يجي. قلت له هذاك غير الدعم غير 50 درهم في الشهر الولد، انا عندي 3 د الاولاد، هذاك عنده 5 جوج في الجامعه الله يخليهم لهم الحمد لله. بعد من تفكرت انا هذا الشيء، ومبروك الاسرى اللي ولادهم داو الدكتوراه، ومبروك الاسرى اللي ولادهم داو الماستر، ومبروك الاسرى اللي ولادهم داو البكالوريا، ومبروك الاسرى اللي ولادهم صغار ونجحوا، خاصه الجنود اللي ما قارينش وجاو داروا النفس وقروا ولادهم. ومازال ان شاء الله ندير معاهم لقاءات. قال لك غادي يجيكم الدعم وغادي نشوفوا هاد المطالب ديالكم. بيان سور راه ما غاديش تبقى تمايا في الرباط، راه كاين جا من العيون شي موجده شي خصهم يرجعوا لديورهم مساكين. رجعنا جانا الدعم. شحال جات 1000 درهم. يعني عندك 5 دراهم ولا 4 ولا 3 عندك في الجامعه، بنت ولا ولد في الجامعه ولا 2 ولا 3 في الجامعه والباقي في الليسي والكوليج والبريمير، غير باش نرخص لكم يعطيوك على واحد واخا يكونوا حتى 4 في الجامعه، داك اللي عنده لو بلو نيفو 1500 درهم او لا 2000 درهم. عندك في البريمير ولا في الكوليج تجيك 1000 درهم. عندك في الكوليج ولا الليسي تجيك 1000 درهم. ماشي لواحد لكل شيء في العام. اسمعوا مزيان اخوتي، راني شرحت كل شيء في ديك لا فيديو اللي شفتو. عندك في البريمير ولا في لاكريش 750 درهم، يعني يكون عندك 10 كتجيك 750 درهم في العام، ماشي في الشهر. الشهر غير 50 درهم. وإلا جينا نقسمو، انا عندي 3 ديال الولاد وتجيني 1000 درهم، يعني بحال الا كيعطيوك يمكن شي 20 درهم في الشهر اللي هي 60 درهم وضربها في 12 يمكن تعطيك 1000 درهم ولا. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اخواني الاسرى اللي كتقولوا علاش ما كتبقوش معنا، اخي حسن الدريف من مدينه اكادير المساعد الاول البطل اللي خلى التاريخ وهرب وجابوا معاهم بزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش نقول لهم، خصو هو يقولهم. او لا كحيله الجندي اللي هرب وجندي. انا كنعتذر كتقولوا ودي علاش ما كتجيش توقف معنا، راكم عارفين علاش ما كانش، علاش كان ما كنجيش. غامرت بحياتي بولادي، يلاه تزادوا عندي وانا في الوقفات والاعتصامات، ولكن في الاخر دخلتنا واحد السوسه ولو كيمثلوا غير 2% كرهونا في الاعتصامات. ولكن وغدا لا ناظره قريب. الى اللقاء.